السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة العيلة مع ام سامي. الحلقة النهاردة يا بنات بقى جامدة من الاخر. هنعمل ايه بقى؟ دخلنا على التقيل خالص زي ما انتم شايفين كده. هنعمل النهاردة الصينية الجميلة دي صينية ايه؟ ريش ضاني. صينية الريش الضاني هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا. مش هنعملها مشوية ولا على الفحم، بس هنعملها بتكاية حلوة جدا. هتطلع احسن من المشوية واحسن من اللي على الفحم، بس بطريقه وبتتبيله غايه في الروعه. زي ما انتم شايفين انا طبعا مش عايزه اشكر في الحاجه اللي بعملها، بس انا عايزاكم بس تحكموا على اللون وعلى الشكل. زي ما انتم شايفين كده يا بنات. خش يلا بسرعه على الوصفه واتمنى مشاهده ممتعه. يلا مع السلامه. لكم ايه بقى؟ وصفه حلوه جدا وكمان سريعه وسهله، من الوصفات الحلوه جدا يا بنات. هنعمل ايه بقى؟ عندنا ده لحم ضاني، ريش لحم ضاني. اللحمه بتاعتها بتبقى تحفه جدا جدا جدا، طريه جدا. سواها بيبقى سهل. هنعملها بطريقه حلوه جدا النهارده يا بنات. هنعملها ايه؟ بطريقه جديده شويه وفي نفس الوقت مغذيه. عندنا يا بنات عندنا حوالي كيلو لحم ريش زي ما انتم شايفين كده يا بنات. معانا ايه بقى؟ التتبيله بتاعتها. زي ما انتم شايفين ايه التتبيله بتاعتنا بقى؟ زي ما انتم شايفين كده، دي معلقه عسل، معلقتين خل، على معلقه ليمون، معانا معلقتين كبار كاتشب. معانا بقى التوابل بتاعتنا ودي الاساس ونركز فيها يا بنات شويه. معانا معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره زي ما انتم شايفين قرون شطه مجروشه، معانا معلقه صغيره فلفل مجروش، معانا معلقه صغيره كزبره مجروشه، معانا كمان معلقه صغيره زعتر وروزماري. كل حاجه معلقه صغيره، ونص معلقه قرفه يا بنات. تمام يا بنات. الملح نقلله شويه عشان ايه؟ ما يخليش اللحمه ما تستويش قوي. تمام. معانا ايه كمان؟ معانا معلقتين عسل كبار. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشوف هنعمل ايه. احنا النهارده اللحمه دي زي ما انتم شايفين كده هنشويها، وفي نفس الوقت هنعملها في الفرن بطريقه حلوه جدا جدا جدا. نعمل ايه يا بنات بقى؟ كل التتبيله الحلوه دي هنبتدي نقلبها في بوله ونبتدي ايه شويه وراجع لكم. اهو كده يا بنات ادي التتبيله كلها، بس لسه ما قلبناهاش. هنبتدي نقلبها. طب ليه يا ام سامي التوابل بتاعتي كلها مجروشه مش ناعمه؟ انا عايزه التوابل تطعم اللحمه بس ما تبقاش ايه، تحسي بطعم اللحمه بتاعتنا، تطعمها بس ما تحسيش بالطعم، يعني تداري على طعم اللحمه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات. هنبتدي نقلبها. قلبناها. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نحط التتبيله بتاعتنا الجميله دي ونبتدي نقلب في اللحمه كلها. هنسيبها قد ايه؟ مش اقل من نص ساعه. طبعا لو قعدت ساعتين هتبقى حلوه جدا يا بنات. هنقلب وشويه وراجع لكم. اهو يا بنات معانا ايه دلوقتي؟ احنا كده قعدناها التتبيله حوالي ساعتين. زي ما انتم شايفين يا بنات اللحمه بقت طريه جدا وريحه التتبيله مش عايزه اقول لكم تحفه يا بنات. الجريلا هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نشوي اللحم، وبرده في تكايه هنعملها في الاخر هتخليها تحفه يا بنات. زي ما انتم شايفين لازم تسمعي الصوت ده كده. هنبتدي نحطها كلها. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده حطيناها كلها على الجريلا. وهنبتدي ايه بقى؟ التتبيله الحلوه دي احنا برده مش هنرميها، هنبتدي نحط كده اهو. طبعا مفيش اسهل من كده، بس احنا الوصفه بتاعتنا ما انتهتش لحد كده. احنا طبعا عايزينها تبقى مغذيه وفي نفس الوقت تدي طعم الشوي بالظبط يا بنات. زي ما انتم شايفين كده بنسويها من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه. بصوا كده معايا يا بنات، انا كده قلبتها من على الوشين وريحه ما شاء الله الله اكبر جميله جدا يا بنات. بصوا يا بنات انا كده قلبتها على الوشين زي ما انتم شايفين. الريحه مش عايزه اقول لكم، ريحه التوابل جميله جدا يا بنات. احنا بس مش عايزين نسويها للتسويه النهائيه، احنا بس بنديها ايه زي تقولي صدمه كده من هنا ومن هنا. زي ما انتم شايفين بصوا اللون حلو ازاي. عايزين نقلب فيه كمان عذرا طبعا عشان الدخان. زي ما انتم شايفين. الخطوه بقى الثانيه هقول لكم الخطوه الثانيه ايه، وهي خطوه حلوه جدا. بصوا كده معايا يا بنات الخطوه الثانيه اللي قلت لكم عليها. معانا صينيه ادينا بندهنها بمعلقتين زيت. نبتدي نعمل ايه بقى؟ معانا الخضار الحلو ده. ايه الخضار اللي معانا بقى؟ معانا بطاطسايه، معايا بصلايه، معايا جزرايه،
جزرايه، معايا كمان قرن فلفل، عايزه رومي او حراق. اي خضار عندك في التلاجة، يعني عندك كوسه حطي، عندك بتنجان حطي. هنبتدي نرص كل الخضار ده في الصينيه الحلوه دي وشويه وراجع لكم. بنات ادينا كده رصينا الخضار كله. التكايه اللي هنعملها بقى زي ما انتم شايفين، كل التتبيله دي هنبتدي ننزلها ايه على الخضار الجميل ده. هنعمل ايه بقى؟ يا بنات زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت كده الريش الضاني. مش عايزه اقول لكم الريحه والطعم عامل ايه. هي كده استوت حوالي 70%. حطينا تحتها ايه الجرنش بتاعها، البطاطس والجزر، كل الخضار اللي عندك هيتاكل قبل كمان الريش الضاني. هنعمل بس تكايه بسيطه. الطبق اللي كان فيه التتبيله ده، طبق التحفه ده، هنبتدي نحط ايه بقى، نص كوبايه ميه صغيره. نص كوبايه بس هتسوي لي ايه، زي ما انتم شايفين هتسوي لي الخضار، وفي نفس الوقت هيطلع البخار عليه، خدت طعم الشوي وريحه كمان، ريحه الايه الفرن. تكسبي حاجتين، ان انت ابنك كمان يقدر ياكل منها وياكل معاها بطاطسايه او حاجه بطريقه حلوه جدا. هنبتدي ايه كمان، نحط لها بقى ايه البصل والجزر، بواقي الايه الخضار اللي عندنا ده. عندك كوسه، عندك بتنجان، كل اللي عندك حطيه. هندخلها الفرن حوالي قد ايه، يعني هتاخد ربع ساعه بكتير قوي. تمام يا بنات. طبعا انا هدخلها الفرن حوالي 10 دقايق وشويه هشوفها، لو يعني بكتير قوي ربع ساعه. كده يا بنات، ادي صينيه الريش الضاني خرجت من الفرن. الطريقه النهارده الوصفه بتاعتنا جت جميله جدا. طبعا تنفع في العزومات، حاجه كده طبق طبعا فخم جدا، حاجه روعه طبعا يا بنات. زي ما انتم شايفين الريش الضاني طالع تحفه. خدنا الوصفه اللي هي الريش عملناها بطريقه الشوي، وفي نفس الوقت استفدنا بالقيمه الغذائيه الحلوه جدا في الخضار. اتمنى طبعا تعملوها بنفس الطريقه، طبعا هتفيدكم جدا في العزومات، وفي نفس الوقت هتقدروا ان انتوا تاكلوا منها اطفالكم عشان الخضار الجميل ده. تقدروا كمان تحطوا فيها جزر، بتنجان، اي انواع خضار عندكم. اتمنى النهارده الوصفه تعجبكم، واتمنى كمان ان انتوا تقدروا تطبقوها. واتمنى كمان ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بحبكم في الله. يلا مع السلامه.